السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ بشرى ام نور. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. وصفتنا اليوم ان شاء الله خبيزات معمرين او ميني بطبوط بدون لحوم بحشوه لذيذه، والاهم من هذا الشيء بدون اختمار. سهلين في التحضير، كيوجدوا في رمشه عين بطريقه سهله ومختصره. عمريهم وطيبيهم في دقه واحده، كيجيو من اروع ما يكون. الا بغيتوا تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير، ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير العجين، عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق يكون من النوعيه الجيده، وغادي نحتاج هنايا 200 غرام ديال الفينو، ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ملعقه صغيره ديال السكر، وعندي هنايا زيت الزيتون غادي نحتاج 2 ملاعق كبار، وعندي هنايا 300 ملل ديال الماء دافي. بسم الله، انا هنا غادي نعجن الخبيزات ديالي في العجانه. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نوضع 300 ملل ديال الماء يكون دافي، غنضيف عليه ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غنضيف عليهم ملعقه صغيره ديال السكر، نخلط الكل جيدا، ونخلي الخليط ديالي حتى تتفاعل الخميره مع السكر واحد 5 ديال الدقائق تقريبا. عاد ندوزو باش نكملو باقي المكونات. من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق، في هذا الاثناء غادي نضيف 2 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، غنضيف عليهم ملعقه صغيره ديال الملح، غادي نخلط الكل جيدا حتى ينسجموا جميع المكونات مع بعض. وفي الاخر غادي نضيف عليهم 400 غرام ديال الدقيق اللي سبق لي غربلته، و200 غرام ديال الفينو حتى هو بدوره مغربل، وغادي نوضع الخليط ديالي يتعجن. غادي نخلي الخليط ديالي واحد 10 ديال الدقائق وهو كيتعجن، وانتم كيبقى لكم الاختيار، ماشي ضروري تستعملوا العجانه، تقدروا تعجنوه غير بيدكم. في الاخر هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، تكون عجينه خفيفه ورطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. في هذا الاثناء وضعت العجينه ديالي على سطح العمل، وغادي نحاول نجمعها ونوضعها في اناء ونغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها جانبا، وندوزو بسرعه باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا ليها واحد البصله تكون كبيره مشلضه، واحد الحبه ديال الجزر محكوكه، وواحد الحبه ديال الكورجيت حتى هي محكوكه، شويه ديال الجبن الموتزاريلا، تقدروا تستعملوا اي جبن متوفر عندكم، 2 ملاعق كبار ديال المعدنوس مفروم، وعلبه ديال الطون تكون الزيت اي نوعيه بغيتو. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاج نص ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الفلفل الحلو، ملعقه صغيره ديال الكمون، نص ملعقه صغيره ديال الخرقوم، نص ملعقه صغيره ديال الفلفل الحار، نص ملعقه صغيره ديال السكينجبير، وجوج فصوص ديال الثوم يكونوا مفرومين، وشويه ديال زيت الزيتون. هنا خديت مقله اللي غادي نحضر فيها الحشوه ديالي، وضعتها على نار متوسطه، وضعت فيها شويه ديال زيت الزيتون، غادي نضيف عليها واحد البصله كبيره تكون مشلضه، ونص ملعقه صغيره ديال الملح، وغادي نخلط الكل جيدا، وضروري نغطيوها حتى تشحر البصله مزيان. عاد ندوزو باش نكملوا باقي المكونات. من بعد ما تشحرت البصله مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا، غادي نضيف لها 2 فصوص ديال الثوم، ومن بعد غادي نضيف واحد الحبه ديال الجزر وواحد الحبه ديال الكورجيت اللي حكيتهم من قبل. غادي نخلط الكل، نعاود نغطيهم ونخليهم حتى يطيبوا. عاد ندوزو باش نضيفو التوابل. من بعد ما الخضر ديالي تشحروا وطابوا مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا، غادي نضيف لهم ملعقه صغيره ديال الفلفل الحلو، ملعقه صغيره ديال الكمون، نص ملعقه صغيره ديال الخرقوم، نص ملعقه صغيره ديال السكينجبير، نص ملعقه صغيره ديال الفلفل الحار. غادي نخلط الكل جيدا حتى ينسجموا التوابل مع باقي المكونات. صافي، وهنايا غادي تكون الحشوه ديالي وجدت. غادي نطفي عليها النار ونضيف لها علبه ديال الطون وجوج ملاعق كبار ديال المعدنوس، ونخلط الكل. غادي نوضعها جانبا ونخليها حتى تبرد تماما.
على ما تبرد الحشوه غادي نبدا نقسم العجينه ديالي. انا هنا عملت 12 قطعه وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تعملوهم صغار على هكذا اولا كبار. بالنسبه لي انا كنفضل الخبيزات ديالي يكونوا بهذا الحجم متوسطين. من بعد ما قسمت العجينه ديالي على 12 قطعه شكلتهم على شكل كرات وغطيتهم بلاستيك غذائي. وهنا الحشوه اللي حضرت معاكم من بعد ما بردت مزيان، خديت واحد القطعه ديال العجينه ووضعتها على سطح العمل وبديت كنضغط عليها غير باطراف الاصابع حتى نحصل على شكل دائري. ولا كانت العجينه ديالكم كتعذبكم وكتلصق لكم في سطح العمل ممكن تستعنوا هنايا بشويه ديال الفينو. واحد الملاحظه، العجينه ديالكم ما تلقوهاش بزاف باش ملي توضعوا فيها الحشوه ما تخرجش ليكم. اول حاجه بديت بيها وضعت شويه ديال الجبن ووضعت عليه شويه ديال الحشوه تقريبا 2 ملاعق صغار، وغادي نعاود نغطي الحشوه بشويه ديال الجبن. صافي وغادي نبدا نجمع العجينه بهذه الطريقه كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نحاول نضغط على العجينه باطراف الاصابع بهذا الشكل ونضغطوا مزيان باش ملي نبداو نطيبوا الخبيزات ديالنا الحشوه ما تخرجش لينا وفي نفس الوقت يجينا الشكل ديالهم قاد. غادي نعاود معكم واحده اخرى. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نعمر الخبيزات ديالي كاملين. وبالنسبه للناس اللي وصلوا معايا لهاد المرحله في الفيديو كنتمنى ما تنسونيش من اللايكات ديالكم باش تزيدوا تشجعوني اكثر نشارك معكم احسن والذ الوصفات. وبالنسبه للناس اللي اول مره كينضموا للقناه وعجبكم المحتوى مرحبا والف مرحبا، كندعوكم للاشتراك وفعلوا الجرس باش هكذا توصلوا دائما بجميع الوصفات. من بعد ما عمرت الخبيزات ديالي كاملين كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نحاول نضغط عليهم شويه قبل ما نطيبهم ولكن ما نرقوهمش بزاف باش يطيبوا من الداخل ويجيونا مهويين ما يبقاوش معجنين. هنا وضعت مقله على نار تكون متوسطه ما تكونش مجهده بزاف ودهنتها بشويه ديال زيت الزيتون باش الخبيزات ديالي يجيو مذهبين. صافي غادي نبقى نقلب الخبيزات على الجهتين باش يطيبوا مزيان وما يبقاوش معجنين من الداخل. كل مره نبقى نقلبهم ودائما النار نخليوها متوسطه. الخبيزات ديالي من بعد ما طابوا هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو محمرين ومذهبين، والاهم انهم كيوجدوا بسرعه من اسهل ما يكون، كيجيو لذاذ وخفاف كيدوبوا في الفم. كنتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم وتجربوها بالصحه والراحه. ما بقى لي غير نودعكم، كنشكركم على الدعم والتشجيع ديالكم. دمتم اوفياء، مع السلامه، الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.